قناة أخبارك ترحب بكم ونتمنى عمل اشتراك في القناة ليصلكم دائما صفقة تجارية تهكوذ وصف مصدر جد مقرب من عائلة كريم ظريف الخطيب السابق للإعلامية مريم سعيد زواج الكوبل المغربي قبل فشله في حديث خاص كشف من خلاله عن الأسباب التي عجلت بفك هذا مريم سعيد لم تتعامل بشكل جيد مع والدة خطيبها بعدما طالبت بشروط غريبة قبل عقد قرانها والمتمثلة كما سبق وأشرنا له في المبلغ الكبير للمهر مع عيد تدخل الخطيب في عمل والسفريات الإعلامية التي تقوم تتدخل الأم قائلة في جلسة عشاء جمعت العائلتين وشأبنة كادير صفقة تجارية ولا باغا تزوجي لتجيبها مريم بالقول أنا ما كنعرف كش كنعرف غير كريم بلا مدخلي فهذه وكانت مريم قد اشترطت الحصول على مبلغ 300 مليون سنتيم كمهر ومؤخر الصداق حددته في 900 مليون سنتيم. وبعد هذا النقاش الذي جاء بعد مجموعة من التراكمات من بينها عثور كريم على حقيبة سوداء تضم مبلغا مالي كبيرا حصلت عليه حسب ذات المصادر من رجل سعودي ثري. قرر كريم الانسحاب وفك ارتباطه بمريم سعيد وكانت مقدمة أيتي بالعربي قد فاجأت قبل أسبوعين جمهورها برسالة عبر حسابها بالإنستغرام تخبرهم أنها انفصلت عن خطيبها حيث كتبت الحمد لله على فضله ورحمته. أعلن إلغاء مشروع الخطوبة بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسميا وتابعت الحمد لله على قضائه وقته. قناة أخبارك ترحب بكم ونتمنى عمل اشتراك في القناة ليصلكم دائما